السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ايه يا دكتور سبب الدوخه اللي بنحس بيها بعد حقنه البنج؟ بيكون سببها حاجه من الاسباب اللي هنقولها دي، يا الخوف يا التعب يا الجوع، يا اما الجسم بيكون ضعيف اصلا، يا اما ممكن يكون بسبب الالم نفسه. لو كان مثلا انت في ناس بتبقى الالم بتاع الضرس لا يحتمل، رايحه على الاخر بتكون اتاخرت، المفروض تروح بدري عن كده. يا اما اخر حاجه الوضعيه اللي كان فيها المريض اثناء ما كان بيحقله الدكتور. برضو الحاجات دي كلها بتفرق لما انت طريقه حتى الدكتور، المنطقه اللي بيدخل فيها البنج على حسب، كل ما بتكون المنطقه ادق واقرب للشكل الطبيعي بتاع الحقن، الطريقه اللي هي المظبوطه يعني، مفيش حركه زياده، مفيش ميله معينه بزاويه مش عارف كذا، مفيش كذا. كل ده بيخلي طبعا مفعول البنج بيكون اسرع او ابطا او اي مضاعفات بتحصل فيه. فكل حاجه بقول لك مرتبطه ببعض. دي كانت حلقه النهارده. لو عايزيني اتكلم في اي حلقات تانية اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.